طبقنا لليوم مقلوبة الباذنجان على الطريقة الفلسطينية التقليدية. بالبداية رح أبدأ بنقع الرز. أنا استخدمت هون كوبين من الرز المصري قصير الحبة، وخلطت معاهم نص كوب من الرز البسمتي بحبة طويلة. تقدروا تستغنوا عن الرز البسمتي وتكتفوا بالرز المصري، بس إحنا منضيفه عشان شوي يعطي فلفل للرز. بحركهم شوي، بعدين رح أغمرهم بمية بدرجة حرارة الغرفة أو تكون دافية شوي، ما بتأثر. رح أحركهم شوي بالمي وأتركهم على جنب طوال فترة تحضير الدجاج والخضار للمقلوبة. هلأ مننتقل للدجاج. في طنجرة على النار حطيت 4 معالق كبيرة من زيت الزيتون، وحطيت فيها دجاجة بوزن 1200 جرام، وحطيت الجلد لتحت. رح أضل أقلب بالدجاج شوي لمدة دقيقتين أو 3 لحد ما ياخد لون ذهبي بهذا الشكل، ولازم ياخد هذا اللون على الوجهين. هلأ ضفت بعض البهارات الصحيحة مثل كم عود من القرفة وشوية ورق غار وحبوب الهيل. قلبت الدجاج على فترات لحد ما أخد لون ذهبي على الوجهين. هلأ رح أضيف حبة بصل واحدة كبيرة مفرومة ناعم. إضافة البصل للمقلوبة كتير ضرورية، وهو عنصر ما بنقدر نستغني عنه بالمقلوبة. رح أضل أقلب البصل مع الدجاج لحد ما شوي صغيرة يدبل البصل وياخد لون خفيف مع الدجاج. هلأ ضفت معلقة كبيرة ملح، وضروري هلأ نغمر الدجاج بمي مغلية. رح أغطي الطنجرة وأتركها 3/4 الساعة على النار تغلي على نار متوسطة لحد ما يستوي الدجاج تماما. بالنسبة للبتنجان لما تيجوا تختاروه، اختاروا حبة تكون صلبة ولونها أسود لامع، هيك بتكون قليلة البزر وطعمها حلو ومش مر. رح أتخلص من القطعة اللي فوق الباذنجان، بعدين قشرته لشكل خطوط طولية. تقدروا انتوا تقشروا الباذنجان كاملة إذا ما بتحبوا وجود القشر. طبعا إذا بدنا نترك شوية قشر لازم نغسل الباذنجان كتير منيح قبل ما نقشره. هلأ رح أقطعه لشرائح متوسطة تقريبا بسمك نص سنتيمتر. أفضل طريقة لقيتها عشان نمنع الباذنجان من تشرب الزيت أثناء القلي إني أغمره بمي مع معلقة كبيرة من الملح. بهاي الطريقة رح يضل لونه أبيض وما بتشرب زيت نهائيا. رح أحط فوقه صحن أو أي تقل، تركته منقوع فيها لمدة 10 دقايق، وحطيت الزيت على النار. بختبر سخونة الزيت قبل قلي الباذنجان بقلي قطعة صغيرة من الخبز. لما تتحمص بتصير عندي ذهبية بهذا الشكل، بصير الزيت جاهز لإضافة الباذنجان. هلأ رح أبدأ بإضافة الحبات. بعد ما طلعته من المي نشفته بورق المطبخ قبل القلي طبعا، وبضيفهم من طرف المقلاة عشان ما نحرق ايدينا. ورح نبدأ بتقليب الباذنجان مجرد ما يبدأ ياخد لون. خطوة ضرورية كتير بقلي الباذنجان، ما بدنا نصير لونه غامق لأنه رح يصبغ على الرز ويعطي لون مش محبب. بدنا إياه يضله أشقر أو ذهبي تقريبا بهاي الدرجة. بعد ما استوى الدجاج، هلأ رح أضيف مغلف من مرق الدجاج بودرة أو مكعبين على المرق، ورح أحركهم شوي صغيرة. هيك صارت مرق الدجاج جاهزة للطبخ. صفيت الرز وغسلته، وهلأ رح أضيف له نص معلقة صغيرة من البهار المشكل أو 7 بهارات، ربع معلقة صغيرة من الكركم أو العصفر، ربع معلقة صغيرة من القرفة، ونص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود. ما تضيفوا بهارات أكتر من هيك نهائي، المقلوبة مش بحاجة لأي نوع من البهارات أو بهارات خاصة بالمقلوبة. استخدمت طنجرة غير لاصقة أنا لتطبيق المقلوبة، وأخدت شوي من البصل اللي استخدمناه مع سلق الدجاج، وحطيت بالقاع كم قطعة باذنجان. إذا بتستخدموا طنجرة بتلزق، ما تحطوا الباذنجان بالقاع، حطوا الدجاج أول وفوق الباذنجان. هلأ رح أحط قطع الدجاج وأخلي الجلد للأسفل. رح أرجع أرص طبقة من الباذنجان. شوفوا ما أحلى لونه. وهلأ رح أحط الرز اللي بحرناه سوا بهذا الشكل، ورح أفرده بالمعلقة على وجه الباذنجان والدجاج كامل.
بعدين خطوة مهمة كتير إنه لازم نضغط الرز بإيدنا، بضغط قد ما بقدر. حطيت المعلقة هيك عشان ما تطلع حبات الباذنجان وأنا بضيف بالمرقة. وهلأ رح أغمر الرز بالمرقة بمقدار 1 سنتيمتر. رح أغطي الطنجرة وأحطها على نار عالية. رح نتركها على نار عالية تغلي لحد ما تتشرب كل السائل اللي موجود على الوجه. هلأ رح أوطي النار على أدنى درجة حرارة وأعدلها 10 دقايق إذا بتحبوها تكون شوي طرية، ربع ساعة إذا بتحبوها ناشفة. هيك بعد ما انتهينا من طبخ المقلوبة نستخدم أي جاط أو صينية تكون حجمها أكبر من قطر الطنجرة ورح نقلبها. بس نرفع الطنجرة بتكون مقلوبتنا جاهزة. جربوها أكيد رح تحبوها. صحتين وألف